لا حول ولا قوة إلا بالله. ليه يا سوسام؟ ليه تطلع وتسيب الملعب في الشوط الثاني؟ ده انت لو كنت كملت باقي الماتش ده كنت هتبقى الهداف التاريخي لكأس العالم للأندية لمدة 100 سنة لقدام. يا عم طب انا كنت هعمل ايه؟ ما انا اتصبت وكنت عايز اكمل، بس الله يسامحه ريفيرو جه واقف على الخط وحلف عليا بالطلاق اني اطلع، فما رضيتش اكتر معاه في الكلام وراح منزل مكاني جردشيار. ويا ريته ما نزل يا سوسام، ده نزل الملعب تايه زي ما يكون أول مرة يلعب كورة. ده غير الفرص اللي ضيعها، بس هي الركنة على الكنبة تعمل أكتر من كده. المهم، انت النهارده يا سوسام كنت علام الصراحة وجبت هاتريك ملهوش حل. الحمد لله، ده من فضل ربنا عليا. اصلا انا بيني ما بينك لقيت الناس قاعده تتكلم عليا لما جبت جون في نفسي في ماتش بالميرس، فقلت في نفسي يا واد يا وسام لازم تخربها في ماتش بورتو، والحمد لله اتستر. والله يا سوسام انا مش عارف ازاي كنت بتلعب في السويد دي. ده انت المفروض كنت تيجي الاهلي من 5 6 سنين لورا. المهم، رغم ان الاهلي تعادل وخرج من البطوله، بس انت جبت هاتريك وواخد احسن لاعب في المباراه، فلازم اعمل لك احلى تحيه. بس بقول لك ايه، هنعملها ايه لتحت يعني مش لفوق. حبيب قلبي تسلم، بس برضه يا اخي الواحد دمه محروق من الفرص اللي ضاعت بعد انا ما طلعت. دي شكارة فرص، ومن مين؟ يعني لاعيبه تقيله زي اشرف بن شرقي وجرد شيار وعمر كمال، دول كانوا بيبقوا انفراد والجون فاضي. خلاص بقى يا سوسام ما تحسرناش بزياده، الواحد دمه محروق لوحده. بس سيبك انت، محمد علي بن رمضان جاب حته جون اللي هو الجون الرابع ده ملهوش حل. مدفع يا سوسام مدفع. خلي بالك، انت وبن رمضان هتعملوا احلى شغل في الاهلي مع بعض. ليه ونسيت زيزو؟ ده الواد كان خاربها النهارده، رايح جاي في الملعب واسيستات وجاب ضربة جزاء. ده فضل يعيط بعد الماتش علشان ما صعدناش، هو بس ناقصه يجيب اول جون مع الاهلي وهتلاقي الدنيا فتحت معاه. هو باين عليه مستنى اول ماتش للاهلي مع الزمالك علشان يفتتح اهدافه. وبعدين سيبك انت من زيزو، خليك في ديانج. ده الواد كان عامل زي اللوري في الدفاع ووسط الملعب، ويقطع الكرة من اي حد ومحدش يقدر يقطع منه الكرة. ده يلعب في نص الملعب لوحده. تخيل بقى ان ديانج ده ما لعبش اساسي في اول ماتشين في البطوله دي، وكانوا مطلعينه اعاره للخلود السعودي. المهم، ايه رايك في الهدف الثالث اللي انا جبته لما الواد محمد هاني رفعها العرضيه وانا زودتها جوه الجول؟ الصراحة هدف حلو يا سوسام. وبعدين انت كل اهدافك حلوة وفي نفس الوقت متشكلة زي كيلو الحلاوة المشكل كده. يعني انت في الماتش ده جبت جون بالرجل اليمين وجون بالرجل الشمال وجون بالهيد. انت علام يا سوسام، يا فدائي يا ابن الفدائيين. يا باشا دي اقل حاجه عندي، اصلا أنا من مواليد منطقه الجزاء، ده انا البطاقه بتاعتي مكتوب فيها في العنوان منطقه ال 18 بين الثلاث خشبات، ومش عايز جماهير الاهلي تزعل. البطولات جايه كتير والاهلي كبير وطول عمره هيفضل كبير. اهم حاجة بس تخليك مكمل في الاهلي، علشان انا سمعت طرطيش كلام ان جاي لك عروض ومش عروض بعد كاس العالم للاندية، واديك شايف احنا محتاجينك الفترة اللي جاية في الاهلي.